احتضن فضاء تكوين عبد الكريم الفلوس بالمعمورة بسلا فعاليات الدورة الثالثة لقادة التدريب تحت شعار التكوين الجيد طريقنا نحو التميز، والهدف من التظاهرات تكوين قيادات جهوية وفق النظريات التربوية الحديثة. حنان أرسلان وعبد الفتاح الزوين. إنهم المؤطرون المشرفون على دورة تكوين قادة التأطير، تحيين للمعلومات ومسايرة لجديد التطورات التي يعرفها المغرب لتكوين قيادات منسجمة مع رهانات الإصلاح. نسعى بخلال هذه الدورة إلى تحسين مستوى الدارسين وتمكينهم من آليات تصميم مسوقات التدريب بصفة حدثية تسير الهندسة المتعارف عليها دوليا. أسسوا قيادات قادرة على تهيئ تكاوين في كل الجهات. الحمد لله الجمعية لها قيادات متميزة في هذا المجال التكوين. 24 قائدا وقائدة يمثلون كافة جهات المملكة استفادوا من هذه الدورة التكوينية. هذا التدريب هذا كيخلق لي فرصة على أنني نتعرف على التجربة الفرنسية في التكوين وعلى وطرق وأساليب التدريب من مجموعة القيادات المكلفة بالتكوين. من محاور هذه الدورة دور واحتياجات قائدي التدريب، تصميم أنظمة التأهيل القيادي، التكوين وفق متطلبات الجودة وعدد آخر من المحاور. برنامج حافل سيساعد القادة على مسايرة النظريات التربوية الجديدة في تكوين القيادات.